ويا ميت مرحبا للصبايا الحلوين اللي عم يحضروا هذا الفيديو. نورتوني وشرفتوني وأهلا وسهلا فيكم صبايا، شلونكم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. ورجعت لكم صبايا فيديو جديد. أول شي خلينا نبلش الفيديو بالصلاة على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تاني شي صبايا، أهلا وسهلا بكل الصبايا اللي انضمت لعائلتي جديد. نورتوني وأهلا وسهلا فيكم صبايا كلياتكم. وإذا كنتوا هلأ صبايا اللي عم تشوفوا هذا الفيديو، إذا كنتي جديدة على القناة لا تنسي تحطي لي لايك وتعملي لي اشتراك وتفعلي زر الجرس لحتى يوصلك كل شي جديد أنا بنزله، وتكتبوا لي هيك رأيكم بالتعليقات. وهون صبايا بنبلش بالفيديو. كنا باركين بأمان الله، وجاء تليفون لجوزي إني في عندهم طقم قلاطة إذا بحب يعني ياخدن. فراح جوزي والله شافهم يعني وعجبهم، بس قال لي يعني فيهم عذر بسيط مثل العنبر يعني هيك بس مكسور، وشد لهم شوية براغي وبسخات يعني قالوا لي حاج. هلا العنبر قلت له اذا ما له مأثر على الاجرين يعني على البركه ما يعني ما بدي تصلح لي يعني مو اني مهم، لاني انا ما راح احط بقلبهم شيء عن جد، يعني بالناقص كراكيب الواحد يحط. كل ما بيجينا شغله فيها شيء بتخبى فيه مثل عنبر ديواني او خزانه مستحيل ما نعيفها فاضيه. فقلت له لا تصلح لي اياهم لاني ما راح احط فيهم شيء. واخدتهم على الغرفة التانية لاني مثل ما كان شايفين الغرفة هديك يعني فيها ديوانتين، يعني ما خرج اني احط فيها شيء ابدا، فجبتهم على الغرفة التانية. وقلت له لجوزي ما دام اني وسخات كتير فمالنا غير ندق يعني للمغسلة تجي هي تغسلن، ولاني مرة ينضفوا غير يعني بالمغسلة، يعني مستحيل اني ينضفوا على الايد لاني عن جد صبايا كتير كتير وسخات. وهون صبايا مثل ما كان شايفين بعد ما انغسلوا وصاروا عبيض ويضوي عن جد، وريحتهم كتير طيبة بتشق الراس، حطوا المعطر عن جد الريحة صارت غير شكل. الله يعطيهم ألف عافية ويسلم إيديهم يا رب. وبعد ما راحت المغسلة يعني مسحت الأراضي مسح، لأن الأراضي يعني شلون بدي أقولكم ما توسخت كتير وما انجق البيت كتير، يعني وقت اللي بتجي المغسلة على البيت عن جد يعني ما بتجق كتير الأراضي ويتأخر الوقت. فقلت يعني ما بدي يعني اشطف الارض شطف. فقلت لحالي بمسح الاراضي مسح هيك، بعملها مسحه نظيفه على السوا، وبفتح عليهم الشباك الغرفه يعني وبشغل لهم المروحه. الواحد تاني نهار شفته بقوم يعني بعمل له حوصه نظيفه وبغسل هالبرادي وغير شكل. هلا هيك بعد ما مسحتهم حتى قلب من جوا مسحته العنابر عن جد، وشغلت عليهم المروحه صاروا عبيض ويضوي. ووقت اللي اجانا التليفون يعني اني بده يجونا قلاطة الله يرزقهم يا رب، قلت له لجوزي بما اني كمان اليوم احد يعني نساوي اكلة لحمة بعجين، عن جد صرنا كتير زمان ما سويناها هاي الاكلة. ومثل ما كنتم شايفين هلا هيك كسر الجو شوي، عن جد صار يعني ينقبل اكتر كتير، عن جد بصير طيب هلا هيك بهالوقت. سبحان الله صبايا، والله هيك كل وقت بتحسوا له اكلته، يعني بالصيف او بالشتاء او وقت اللي بكسر الجو او وقت بدها تشوب يعني الجو، عن جد كل وقت بتحسه له طبخته. فوقت اللي بعمل اللحم بعجين شي نهار ان شاء الله هيك بشاركه معكم. ما باخده يعني هلا في منهم يعني اني بياخدوا الخضرة فورا اللي عند الزلمة، انا ما مستحيل يعني ما مستحيل اتخيل هيك اني جوزي ياخد له هيك الاغراض واللحمة هيك ويخلطن. اذا ما جاب لي الخضرة على البيت ونقيتها انا وغسلتها على ايدي وحطيت اللي بدي اياه، عن جد ما باكل لحم بعجين. شايفين صبايا لونه عن جد بشهي، وانا بتحكم يعني بالبندورة بكل شيء، يعني مثل ما كانوا شايفين الواحد وقت بعمل الشغلة بإيده غير شكل. بعد ما أنظف الخضرة كلياتها وبحطها الدبس الفليفلة والبندورة وهالثوم وهالشي، بياخد له جوزي الخضرة اللي غسلتها أنا ونظفتها، وبياخد له اللحمة بخلطهم مع بعضهم بعدين بساوي. يعني هيك بتحسوا هيك أمان أكتر يعني، أو أنظف، أو بتتهنوا بالأكلة عن جد غير، يعني بتطلع بتحسوا طعمتها غير شكل. وهيك صبايا عن جد اعطوني رأيكم شلون صار شكله. كتير صار شكل يعني الشكل بالطعمة عن جد صار بجنن. روبنا جنبه اللبن، ومثل ما كانوا شايفين هالخضرة، وتعشينا وتحمدنا الله، والله يديم علينا النعمة ويحفظها من الزوال يا رب. ولهون صبايا بكون خلص الفيديو. بتمنى إذا عجبكم لا تنسوني من الاشتراك واللايك وتعليق حلو مثلكم لحتى يصلكم كل شي جديد. وبشوفكم صبايا في فيديو جديد، وبحبكم كتير كتير، وسلامات.